السلام عليكم ورحمة الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بالمزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم؟ آخر الأخبار بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي، غنعطيو آخر الأخبار وتحليل على هذه المقابلة. واش المنتخب موجود إن شاء الله لكأس إفريقيا، ولا غادي نمشيو بحال كأس العالم نوصلوا الربع ولا النصف ونرجعوا بحالنا؟ راه نديروا واحد التحليلات وانتوما شوفوا الرأي ديالكم تتوما. المهم انا غادي نقول لكم التحليل ديالي وانتوما عندكم الرأي ديالكم. كتفرجوا في المقابلة اللي صرات بالامس في فرنسا في نيس مع بوركينا فاسو. الاخوان، عندنا اول خبر، هذا خبر دولي للأسود. عندنا اللاعب أشرف بن شرقي، يعني عندي واحد المقال هنايا صغيور كيقول لك: أعلن نادي ريال القطري بشكل رسمي انضمام المغربي أشرف بن شرقي جوار صديقه بوفيل. يعني وعديد من الأندية المصرية بغات يرجع الدور المصري، إلا أن أشرف بن شرقي رفض وبغى يلعب في قطر قادما إليها من الإمارات، لأن أشرف بن شرقي كان في مصر، من مصر مش الإمارات، ومن بعد مبقاش بغى يرجع لمصر وزاد لقدام وما ترجعش للور، زيد لقدام وما ترجعش للور، زيد لقدام وما ترجعش للور. المهم غنعطوا التحليل إن شاء الله على المقابلة ديال المنتخب الوطني. واش المنتخب الوطني المغربي واش موجود بالنسبة لكأس إفريقيا ولا لا؟ راه نهضروا واحد شويه ونعطوا بعض السلبيات والايجابيات على المقابله امس ونشوفوا شنو هو كاين. اول حاجه بوركينا فاسو، اول حاجه بعدا تعازينا الحاره، انا لله وانا اليه راجعون، وكل نفس ذائقه الموت، ونتمنوا الله يرحم جميع المغاربه اللي ماتوا في زلزال الحوز اقليم مراكش. نتمنوا لهم الله سبحانه وتعالى يرحمهم برحمته الواسعة ويدخلهم الفردوس الأعلى من جناته يا رب العالمين. هذا أول العنوان ديالنا. الإخوان ما تنسوش اللي وصلت لهنايا إن شاء الله يحاول يديروا معنا واحد لايك وواحد الكومنتير إن شاء الله باش هذه القناة تزيد لقدام، لأننا كنعطيكم أخبار كنجيب لكم موثقة من عدة صفحات أجنبية ومغربية. الأمس تضامن المنتخب بوركينا فاسو مع المنتخب المغربي في نيس ترحما على المغاربة اللي ماتوا في الزلزال بالأمس. إذن أرى ندخلوا في تحليل المباراة ديال البارح. أرى سيدي ندخلوا في المباراة ديال البارح. عندنا سيدي أول حاجة أناحي، راكم كتعرفوا اللاعب ديالو أناحي دائما كيتعلق، واخا اللاعبين ديال المنتخب المغربي راهم ما تيلعبوش في الفرق ديالهم كاساسيين بحال أناحي، راه لاقي صعوبات مسكين في واحد اللاعب في مارسيليا في فرنسا، صعوبات مع دوك العنصريه ديال الفرنسيس، المدربين الفرنسيس تيلقاو اللعابه ماشي في فرنسا، في عديد من في اسبانيا، في عديد من في ايطاليا، في عديد من البطولات. ولكن أناحي هو أناحي دائما الجديد ودائما التألق، والصراحة لأنه هو سجل الهدف الوحيد اللي عندنا في المباراة مع فريق البوركينا فاسو، المنتخب بوركينا فاسو، هذه المقابلة الإعدادية. كتعرفوا أناحي ما تيلعبش الهجوم، تيلعب خلف الهجوم يعني وتيعاون المهاجم، ولكن الخطة تاع الركراكي هذا هو المشكل اللي انا غنقولها لكم صراحه في هذا الفيديو. بهذا اللاعب اللي تيلعب الركراكي انا ما نفرحش لكم بكاس افريقيا، وعقلوا على هذه الهضره ديالي وعلى هذا الفيديو. ما نفرحش لكم غتجيبوا كاس افريقيا بهذا اللاعب اللي تيلعب الركراكي، لان الركراكي تيلعب بالدفاع بزاف، والدفاع اللي لعب به في كاس العالم ديال قطر 2022 جاب الله لعب مع فرق شويه راقيه، ومع ذلك تصابوا 6 لعابه اللي ما بقاوش قدروا يلعبوا، اللي وصلنا بزز باش ولينا كنلعبوا المقابلات الاخرين. يعني لا اله الا الله محمد رسول الله. ما عليك غنلعبوا مع الافارقه،
الافارقه كاين لعابه اللي ما كيمشي دولين في الفروق ديالهم في المنتخبات ديالهم غادي يبغوا يبينوا على الجداره ديالهم وعلى القدرات اللي عندهم وعلى الامكانيات اللي عندهم باش هما يتالقوا ويحترفوا ويلعبوا في المنتخبات ديالهم ويتالقوا في الفروق ديالهم، يعني غيلعبوا بقوه. فما عليك احنا المنتخب ديالنا كيلعب في الدفاع، يعني غادي نلقاو صعوبات وغنلقاو اصابات كثيره، وانا قلتها لكم وعقلوا على هذا الفيديو ديالي. بالنسبه لهاد الخطه اللي كيدير الركراكي راه ما غتجيبوش بها كاس افريقيا، وما عمركم غتجيبوا بها كاس العالم ولا كاس افريقيا ولا اي حاجه. غتبقاو تمشيو تلعبوا وغتجيو في حالاتكم كتمنوا، وهو كيقول لك اللهم تمنوا بعدا وما كاين والو. يعني علاش؟ لان اناحي تيلعب في الوسط. يعني شوف هذا الماتش يوسف مسراوي النصيري، يوسف النصيري ما بانش. علاش ما بانش؟ بان في واحد الشكواري جاو مساطحين بحال الكاس، بحال الكره اللي تباركت على البرتغال. الا تفرجتوا في الملخص كتشوفوا هذيك الكره ديال اللي ماركها يوسف النصيري في البرتغال، بانها ماشي كانت، ما كانتش يعني مخدومه. يعني بوفال عطاه الاناحي واناحي ضربت في ذاك البرتغالي، عاود رجعت عند اناحي ضربت فيه، وصلت لذاك اللاعب بن عبد الله اللي كيلعب ديال الوداد، لعبها سطحيه تلاقات مع الراس ديال يوسف النصيري سقطت ماركات. ماشي شي هدف مخدوم يا عباد الله، ماشي شي هدف مخدوم. يعني يوسف النصيري الركراكي ما تيلعبش على الهجوم، ما تيلعبش على الهجوم. علاش ما بغاش يلعب حمد الله؟ ما كيلعبش على الهجوم. دير النصيري غير تما يبقى يجري يخرمز هذوك المدافعين وتيلعب هو على الاجنحه، وتجي الكره من الاجنحه وتجي من الوسط، هادو هما اللي بغاهم يماركيو. اما يوسف المهاجم ما كيبغيش يماركي. كيما شفتوا يوسف النصيري ما بانش كاع، ما بانش وهذه اللي هي اللي بغيت نقول لكم، راه ما غاديش تفرحوا بكاس افريقيا، ما غاديش تفرحوا به بهذه الخطه اللي لعب بها الصراحه الركراكي. عندنا اللاعبين اللي جاوا جداد بحال امين عدلي، هاد اللاعب اللي البارح لعب كانوا السلبيات قلال ولكن الايجابيات كان اكثر، وهو اللي عطى التمريره الاناحي باش سجل الهدف. هذا اللاعب اللي جا من فرنسا ولعب مع المنتخب الفرنسي الاولمبي، ومع ذلك رفضهم وجا لعب مع المنتخب الوطني المغربي رسميا. فوقع المهاجم الشاب على اول حضور له مع المنتخب المغربي، ولعب في الجهه اليمنى، هو كيلعب في الجهه اليمنى، وكان قويا بشكل جيد وامكانيات جيده تسمح له ان يكون لاعبا في المستقبل الاسود. ومرر مجموعه من الكرات، لم يتعامل جيدا مع فرص اخرى، ولكن كان لاعبا جيدا. هذا اللاعب اللي الصراحه عنده مستقبل ان شاء الله مع المنتخب ولا مع انديه اخرى ان شاء الله. هذا اللاعب اللي جا من فرنسا يعني عديل امين عدلي بديل مشجع. اناحي الصراحه بصم البصمه ديالو مع المنتخب الوطني. ارندو على بعض اللاعبين من بينهم حكيمي يعني اشرف حكيمي كتعرفوه. حكيمي دائما كيتعلق ودائما الجديد. حكيمي دائما كنشوفوا لوحات فنيه رائعه من حكيمي دائما. غير هو هذا الماتش اللي كنا كنتعاودوا نشوفوا اشرف حكيمي مع حكيم زياش اللي ما لعبش في هذه المقابله. هو اشرف حكيمي واناحي كانت واحد الثلاثيه كيصنعوا لنا واحد اللوحات، واحد المراوغات فنيه رائعه اللي ما شفناهاش في هذه المقابله اللي راحت علينا بغياب حكيم زياش. ولكن ماشي مشكل. اللاعب الاخر اللي تالق هو سليم املاح اللي رجع للمنتخب في هذه المقابله وتالق وسط الميدان. اللي املاح كتعرفوه ما كاينش مراوغات فرديه عنده رائعه، ولكن دفاع صلب قوي، كيخرج اللعابه تيحيد لهم الكره. اللاعب اللي تالق عاوتاني هو اللاعب عبد الصمد الزلزولي، الا كانت ناقصه هذيك اللمسه الاخرى
باش اللمسه الاخرى هي اللي باقا ناقصه. ولكن انا متاكد بان عبد الصمد الزلزولي غيلعب على هذه النقطه هذه ان شاء الله، وغادي يكون ان شاء الله في المستوى التالق ان شاء الله. اللاعب اللي بغينا ندويو عليه ان شاء الله وهو وضعيه الركراكي وسط الاخوان. اللي الحكس هنا يحاول يشجعنا ويدير معنا لايك، ما تنساوناش وما تبخلوش علينا بالكومونتير ديالكم وباللايكات، وشكرا لكم باش الفيديو يزيد يطلع لقدام. كما طرقنا لان المنتخب انا قلتها لكم وغنعاود نقولها لكم وعقلوا عليها، بهذا المستوى اللي لعب به المنتخب الوطني المغربي ما غاديش يحقق حتى حاجه في كاس افريقيا. وتقولوا قالها لنا هشام البركه. اخر الاخبار بالنسبه للمنتخب الوطني بهذه الكره اللي تيلعب ماشي كره حديثه كما كنشوفوا الفرق الكبرى، من بينهم اسبانيا او لا فرنسا او لا المانيا او لا ايطاليا او لا بلجيكا او هولندا او الارجنتين او البرازيل او الفرق الكبرى. يعني الكره الفريق ملي تيكون قوي تياخذ هو المبادره وتيحاول تبني هجوم من الدفاع لحتى الهجوم وتيوصل الهدف ديالو. المنتخب المغربي من رغم انه منتخب عالمي الرابع عالميا تيلعب بهذه الكره مع الافارقه وكترجع للور وكتخلي الافارقه يهجموا عليك باش انت تلعب قضيه الكونتراتاك. لا راه ما غاديش ما غايدير والو الركراكي، وانا غادي نقولها لكم وعقلوا على هذا الفيديو. عندنا كما كنا نتكلموا على اللاعب مزراوي، فكما كتعرفوا مزراوي المركز اللي لعب فيه بالامس ليس غريب عليه. لانه علاش؟ لانه سابقا مع الفريق ديالو اجاكس كان كيلعب في هذا البوست هذا، في هذا المكان اللي لعب فيه، لانه هو اللي عوض سفيان المرابط. سفيان المرابط كانت عنده اصابه وما كاينش اللي غادي يعوضه في هذا المكان هو مزراوي. وعلى ذكر بان مزراوي ماشي شي قوه جسمانيه قويه، الا لعبنا مع الافارقه واحد جوج مقابلات ثلاثه فغادي ياخذ اصابات من هاد الافارقه صحاح، الا دار لك غير هاك وداك بحال هكا بالكتف ديالو يلوحك. مزراوي ما عندوش واحد القوه، لان اجاكس الذي كان لا يجد اي صعوبات لانه كان متالق في هذا المكان كيلعب مع اجاكس، وهو حيث كان خليف سفيان المرابط الذي غاب بالاصابه، واستطاع مزراوي استرجاع عده كرات. كم قام بمجهود بدني كبير وسمحت له تقنيته اللي عنده ايضا بالنجاح في عمليات واخراج الكره وبناء عمليات، بل كان وراء عده تمريرات حاسمه. ولكن من الطبيعي ان تضيع لان الركراكي ما تيلعبش على الهجوم اللي جاي ماركي، فهمتي؟ بحال واحد لوطيل اللي جاي يدخل، ما كاينش لا انت بوحدك ولا غتجي لهنا تسكن هنا اللي كتماركي انت غنلعبوا عليك انت، هو اللي انت ولا غتدخلنا هنا وانت ولا غتماركي لنا، لا اللي جاي ماركي. هذه الخطه تاع الركراكي. علاش يوسف المصيري ما بانش في هذه المقابله؟ ويوسف المصيري ما عمرو بان وما عمرو غيبان، حتى قلتها لكم وكنعاود نكررها حتى مع البرتغال. الى عاودتوا تفرجوا في الملخص فالهدف اللي ماركاه يوسف النصيري مع البرتغال فهو كانت ساطحه، كره كانت عند اوناحي لعب بوفال رجع الاوناحي، اوناحي تساطح مع واحد البرتغالي ضربت في اوناحي وصلت عند اللاعب بن عبد الله لعبها في الكاري دي زويد تساطحت مع يوسف النصيري ضربها براسو تماركات. ماشي كره مخدومه بحال كما كنشوفوا الاهداف الصبليون دابا راه ما كيروحوها بالستة سبعة، ولا بحال البرازيل تكون كره مخدومه طاط اللي مهاجم يماركي. الا ما كانش المهاجم على استعداد كيكون اللي خلف ديالو تيماركي. فحنا يوسف المصيري ما بانش، هذا هو المشكل. علاش ما لعبش حمد الله؟ لان حمد الله تيلعب خاصو مع من يلعب مع واحد يمشي تبلاصا ليه يسونطرو ليه كره باش كيلعب حمد. الماتش ماشي ديال حمد الله،
ولا ديال يوسف المسير. راك شو يوسف المسيري ما بانش كاع، واحد الشكورات اللي كانوا ضاعوا جاو تساطح معاهم مسكين وصافي. يعني الركراكي ما غادي يدير والو في كاس افريقيا. بالنسبه لهذا التحليل اللي عطيتكم بالنسبه للمقابله ديال امس مع بوركينا فاسو، ما غادي يدير والو في كاس افريقيا، وانتم غادي تشوفوا وغتبقاو تحلموا في الخوا الخاوي. غادي نتنقلوا عاوتاني لاخبار اخرى. يعني كما قلت لكم عبد الصمد الزلزولي راني دويت عليه، فهو كانت ناقصه لانه زقل واحد الجكواري زوينين كان بالامكان ديالو يسجلهم، ولكن عبد الصمد الزلزولي نقصاتو اليوم. هو ما كانش هو عنده هاد اللمسه، هو عنده، ولكن اليوم نقصاتو هاد اللمسه هادي. عندنا ما نديرو، بعض المرات كيكون لعاب في نهارو، بعض المرات ما تيكونش في نهارو بحال جميع اللعابه. فعبد الصمد الزلزولي اليوم ما كانش في نهارو بديك اللمسه الاخرى، فداك الشيء علاش ضيعنا عديد من الاهداف اللي ما كانش خصها تضيع الصراحه. وهذه هي كره، وغادي ننتقلوا بالنسبه للمدرب. بعد لقينا صعوبات معهم المدرب اصله فرنسي 64 عام، يعني هو قال لهم المنتخب المغربي اللعابه عندهم مراوغات فرديه، لانه كاين واحد الفريق بحال السواعده لعبوا البارح، ولكن مساكن ما عندهمش مراوغات فرديه، خسروا جوج مقابلات ودين متتاليتين. علاش؟ اللاعب ما عندوش، الا خليتيه مع اللاعب ما يقدر تيلعب هذيك هاك انت ارى لي هاك انت هاري، لا، خص اللاعب يكون عنده مراوغات فرديه كيمتلك هو، بحال شكل بوفيل. اللاعب ديال بوفيل يقدر يراوغ لك واحد ولا جوج، بحال اللعابه ديال البرازيليين كيقدروا يراوغوا لك واحد ولا جوج. اللعابه ديال السبليون ما فيهمش هذه القضيه، كيلعبوا لك واحد هاك ولكن تيلعبوا واحد الكره سريعه في هذا المنتخب عنده ديك المراوغات الفرديه باش يقدر يخترق اي دفاع واي وسط ميدان. فلهذا هذا هو التحليل ديالي بالنسبه للمنتخب الوطني. وكان حتى لهنايا عاوتاني كنترحموا انا لله وانا اليه راجعون، وكنترحموا على الزلزال اللي وقع في منطقه الحوز مراكش. الله يرحمهم ويدخلهم ان شاء الله الفردوس الاعلى من جناته يا رب العالمين. نترحموا عليهم نتمنوا لهذه المنطقه ان شاء الله كل خير، لان هذه المنطقه كانت فيها البناء العشوائي، الناس ما كانش عندهم الرخص ديال البناء. ولاد المنطقه جيت تبني هنا بني هنا بني هنا. كان واحد البني يعني دغيا كيريب في ماشي شي بني مزيان، تتساس ماشي صحيح. حفر بحال بني حيط دير الضاله، انت ساكن مجوج دير ولادك. هذا الشيء علاش الناس داك الشيء كان كيطيح بالزربه، ونتمنوا لهم الله يرحمهم جميعا. فاخوتي اللي وصل هنايا يدير معنا لايك ويكتب شي كومونتير ويشارك معنا القناه. بالنسبه لبونو راكم شفتوه دائما بونو كيتالق. نايف اكرد كاين تالق. كاين غانم سايس اللي في هذه المقابله لقى واحد الصعوبات من اليسرى ديالو اللي كانوا كيعاون بن عبد الله اللي خصو يعاونوا، اللي كانت عليه بعض الضغوطات من الجهه ديالو اللي كان كتبعث المرات كيطلع هو باش يعاونوا، كان كيبقى اكرد كياخذ المبادره. ولكن الحمد لله بحال هذا كان كل شيء داز بخير وعلى خير. ولكن انا ما عجبتنيش المقابله، نقولها لكم، لان المقابله ماشي مستوى، لان الركراكي ما تيلعبش الهجوم، تيلعب الدفاع. هذا هو المشكل ديالنا مع الركراكي. وخاصو الا بغيتي نهار تشوفوا ملعب حمد الله عرفوا بانه بغى يلعب الهجوم. ووليد الركراكي عنده 15 مقابله مع المنتخب المغربي، يلاه فايز في 8 المقابلات، 8 وخاسر الاخرين متعادل فيهم، متعادل فيه شي خاسر فيه. 15 مقابله اللي عنده مع المنتخب الوطني رابح فيها 8. قال لك هنا لا تغضبون على النصيري سوف يسجل، ما تغضبوش عليه، ولكن المقابلات اخرين غيسجل. والسلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.